فيه مياه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أعزائي المشاهدين، إخوتي المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زلنا في قواعد القرآن الكريم، والقانون اليوم قانون التمايز. في القرآن الكريم آيات كثيرة تبين المفارقة الحادة والتناقض المريع بين المؤمن وغير المؤمن، لئلا يتوهم الناس أن الفرق بينهما فرق عبادات. الحقيقة أن الفرق جوهري يصل إلى بنية الإنسان، إلى أنماط تفكيره، إلى قيمه، إلى مواقفه، إلى انضباطه، إلى التزامه. لذلك قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. لعل ذهن الإنسان ينصرف حينما بدأ قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان غير مؤمن، لكن جاء بديل غير المؤمن بأنه فاسق، ومن لوازم البعد عن الله الفسق. أيها الإخوة الأحباب، هذه الآيات التي تبين المفارقة الحادة والتناقض المريع بين المؤمن وغير المؤمن ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. الفرق كبير، الفرق جوهري، الفرق في البنية، الفرق في المواقف، في الالتزام، في المبادئ، في القيم. المؤمن يعطي ولا يأخذ، غير المؤمن يأخذ ولا يعطي. المؤمن يعيش للناس، غير المؤمن يعيش الناس له. المؤمن يملك القلوب، غير المؤمن يملك الرقاب. أيها الإخوة الأحباب، آيات كثيرة تتحدث عن المفارقة الحادة والتناقض المريع بين من عرف الله ومن لم يعرف الله. بل إن الحقيقة الكبرى أن البشر على اختلاف أنواعهم وأجناسهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم واتجاهاتهم ومذاهبهم، هم عند الله عز وجل نموذجان لا ثالث لهما. نموذج عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، ونموذج غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة. يؤكد هذا المبدأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. هذا النموذج الأول، الرد الإلهي، فسنيسره لليسرى. من هو النموذج الأول؟ أعطى واتقى وصدق بالحسنى. صدق أنه مخلوق للجنة، فاتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء، فاستحق السلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، بنى حياته على الأخذ واستغنى عن طاعة الله لأنه كفر بالآخرة وآمن بالدنيا. الرد الإلهي: فسنيسره للعسرى. إذن فرق حاد وتناقض مريع بين حياة المؤمن وحياة غير المؤمن. أحيانا الإنسان إذا غفل عن الله ونسي أن هناك إلها عظيما سيحاسب، وكان هذا الإنسان قويا يستخدم قوته لابتزاز أموال الناس، لانتهاك أعراضهم، لأخذ ما ليس له، وكأنه في الحقيقة مجرم بسبب قوته. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي، ما قال القوي، قال المؤمن القوي، لأن الإيمان يضبط الإنسان. الإيمان سور وسياج للإنسان. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف.
فلذلك أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. الآية الثالثة: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لا شك أن الآخرة فيها تمايز واضح، لكن هذه الآية تشير إلى الدنيا، إلى حياة المؤمن، إلى سمعته، إلى زواجه، إلى تربية أولاده، إلى اختيار زوجته، إلى اختيار حرفته. هناك فرق جوهري وحاد بين حياة المؤمن وحياة غير المؤمن. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. ندقق في هذه الكلمة: سواء محياهم دنياهم. المؤمن له مكانته، له سمعته، له حفظه من الله عز وجل، له تأييده، له توفيقه.